احكي لكم حكايتي يا جماعه مع الاكس وانتوا احكموا بما يرضي الله. احكي يا طهرة. ابني الايه مش عارفه سابني ليه. نازله بالملايه على البوكس من 7 دور. اديكي يا سماحة عرفتي وكلنا عرفنا الاكس سابك ليه. وبعدين يا حبيبتي اللبس ده في البيت لكن ما نطلعش بيه قدام الناس، تمام؟ بنطلون البيجامه المشجر ده ما ينفعش نطلع بيه خالص قدام الناس ولا قدام اي حد يا حبيبتي. انا عايز فلوس يا باشا عليك ممكن. التليفون اللي بتتكلم منه ده متهيألي بتاعي. انا الحرامي ده انت بيجح قوي. اماني بكره الساعه 2 في النقاش، ولو ما جتش الساعه 2 و5 انا همسح الانعام من على الموبايل. خلاص كفايه، زهقنا. ما كانش طبق كشري ده يا اخي ينتقم منك يلي طردته من مطعم التحرير وبالتنا بالبلوى السودا اللي مش عارفين نخلص منها. بس احنا برضو العيب علينا، احنا عمالين ندي ناس اماكن ما يستاهلوهاش والله، مع احترامي لكل عمال النظافة. بس الاشكال دي اللي هو ايه، اللي لما ربنا يديه بيفتري. هي دي بقى الاشكال اللي لما ربنا يديها بتفتري وبتفتكر ان ليها سعر. مفتاح عشان مستعجل بسرعه. طب اتفضل، العربيه كلها جاهزه. كنت بس عايزه اسالك على حاجه. من غير بس ما تسالي خدي دول عشان أذى حطها في جيبك وسكمن بكمن. بخمم أبو عبيد ده ولا إيه؟ عموما يعني أنا مش عارف يعني يا رب النهارده فاتحه كتاب صاحبتي، كنت عايزه اجيب لها. على إن شاء الله تجي تسع يوم العيد إن شاء الله يبقى شكبة وتكلك شكبة وتكلك. إيه اللي قلت إيه؟ هديه بالمناسبه دي، هي بتحب العصافير ففكرت اجيب لها ارنب. وبما ان الفرخات غليت فقررت ان انا هحارب الغلاء وهطلب كبس. لو اللي ماسكين الفراخيخ قرروا يغلوها فانا قررت ان انا هتحول لشخص لحمي. بيبوس في بقك يالا. اخد بنص في بق ليه شعر دقن بيطلع لجوه. يا نصر اضحك يالا. يعني صاحبتها بتحب لسان العصفور فهتقوم هي بقى تجيب لها ارنب اللي هو لسان ارانب، تمام؟ ولو الفرخات غليت سلمى قررت تحارب الغلاء. ولو اللي ماسكين الفراريخ غلوها هتتحول لشخص لحمي. ده الحل يا جماعة. بس هو انتي ما تعرفيش يا سلمى ان بتوع اللحميات كمان غلوها؟ يا ترى هتتحولي لايه المرة دي؟ انا بصراحه استغربت قوي لما عرفت ان الراجل هنا هو اللي بيجيب الشقه والكراسي. ايه اللي بتقول عليه الست ده؟ ما تقولوا لنا حاجه يا جدعان، اي كلمتين بس هو على طول يعني اخوكم مزنوق. سيبكم بقى من العادات والتقاليد القديمة في الجواز. دلوقتي أهم حاجة في الجواز الشقة والكراسي. أيوة الشقة والكراسي، تجيب الشقة وتجيب الكراسي، دي أهم حاجة في الجواز. مش مهم بقى تنام فين، تحط هدومك فين، المهم الكراسي. أهم حاجة في الشقة الكراسي، والله وده هيوفر علينا كتير في الأيام الجاية. احنا عندنا البنت لازم تجيب الشقه بكراسيها ولازم تعمل له فرح بزفه ولازم الزفه قبل الفرح. قلبك هيقف. لا ومش بس كده، تعملي له زفة وفرح، لا وكمان تكون الزفة قبل الفرح مش بعده زي ما انتوا بتعملوا انتوا في افراحكم ايها المصريون. والعروسة تروح تجيب العريس من عند الكوافير او الحلاق على حسب نوع العريس يعني. يا اما عواجيز الفرح الفضائيين ياكلوا وشنا، والا احذروا من عواجيز الفضائيين. فضائيين ايه؟ اقصد عواجيز المصريون. عجوزة تتريق هنا وتبقى مدعكة. وبنجيب له كمان لباس الفرح اللي هي البدله والشراب المكوي، دي اساسيات.
مبسوطين مني صح؟ انا حاسس وانا كمان مبسوطه الله كده. واهم من كل ده تجيبي كلسون الفرح والشراب. الشراب لازم يكون مكوي والا الجوازه تبوظ. جرايه سلمى، جرايه سلمى، قعدتك طولت هنا مع المصريون. هي ايجيبت عجباكي قوي كده يعني؟ ما ترجعي يا حبيبتي للكوكب بتاعك والفضائيين وعاداتكم الجميله الحلوه، وسيبينا في حالنا بالله عليكي علشان احنا على اخرنا. ابو تقل دم امك. قولي لي عشان مستعجل. لا لا لا، هي حاجه مش مهمه، اتفضل حضرتك عشان انت مستعجل. الا كرامتي يا شيماء. جدعه يا سماح، جدعه يا بت، كرامتك فوق كل شيء. هو مرضيش يقفلك المرة اللي فاتت ورمالك حتة 200 جنيه، وانت المرة دي كمان قوليله مش عايزة اتكلم معاك، يلا غرفة داهية. ما هو الاهتمام ما بيطلبش، الاهتمام ما بيطلبش يا سماح. انا بقول كفاية قوي لحد هنا ونقف في الفيديو ده، وكفاية اللي شفناه. يا ريت تعملوا لايك، ولو مش مشتركين اشتركوا في القناة، وهستنى اراءكم في الكومنتات. سلام عليكم. رغم انها لحظات لا تنسى، بس انا هنسحب عشان خدرت يا معلم. بالاذن كده هتبقى بايخه من غير